ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع تاني حلقه من مسابقه دكتور محمد طنطاوي. احنا ان شاء الله باذن الله الى ان يشاء الله كل يوم 25 في الشهر هننزل حلقه من مسابقه دكتور محمد طنطاوي بنقول فيها معلومه لطيفه خفيفه من مصادر موثوقه، ما بنجيبش معلومه وبس. هدفنا كله ان انتوا تتعلموا المعلومه وتعرفوا المعلومه الصح، عشان يعني ايه نغسل شويه المعلومات الخطا اللي احنا يعني اسفين كده بناخدها من السوشيال ميديا او من على النت، يعني ما نبقاش عارفين المعلومه دي صح ولا غلط. فاحنا هنتعلم معلومه صح، وهنقول سؤال في اخر الحلقه ونجاوب السؤال في الكومنتس بتاع الفيديو بتاع البوست. تعالوا بقى نبدا الحلقه بتاعت النهارده. اساتذتنا لما جم علمونا التغذيه ما جمش قالوا لنا كده بقى ايه خلي بالكم يا جماعه الاكل الصحي، ناكل نشويات معقده، ناكل فاكهه معرفش بشيء الفلاني، ناكل بروتين مش عارف ايه. لا، كل حاجه كان ليها مقاييس وليها حدود. علمونا ان كل حاجه بنظام، وان كل حاجه لازم تكون متظبطه ومتقاسه على البني ادم اللي قدامي، ومفيش بني ادم زي التاني. وعندنا بقى جداول فيها داتا كتيره ومعلومات كتيره جدا. من ضمن الحاجات دي الفاكهه. لما بنيجي نتكلم على الفاكهه بنقول يا جماعه، لما نقول للناس كلوا فاكهه ما بنسيبهمش كده. يعني ما نجيش نقول يا جماعه وكلوا فاكهه بقى ودخلوا فاكهه ارجوكم مش عارف ايه، لا، بنقول لهم ياكلوا فاكهه ازاي وياكلوها قد ايه. طيب انا المفروض اكل فاكهه قد ايه في اليوم؟ قالوا لنا ان احنا المفروض ناكل فاكهه من بعد عمر 8 سنوات، يعني من 9 سنوات وطالع بناكل من 3 ل 5 ثمرات في اليوم. وحقيقي لما جم قالوا لنا ناكل فاكهه ما حددولناش. وعلى فكره احنا بنتكلم على البني ادم الطبيعي، والبني ادم برضو اللي عايز يخس، والبني ادم اللي عايز يحافظ على نفسه ويحافظ على جسمه. قالوا لنا ان ناكل كل الفاكهه، ما حدش ابدا قال لنا بس خلي بالكم والتين ممنوع والمانجا. والله العظيم كل الكلام ده ما بيتقالش غير عند دكاتره الدايتس اللي هم بيحرموا كل الاكل على الناس، ويعتبر جرم فظيع. الصفحات والبيج، الصفحات الكتيره اللي بتطلع على الفيسبوك عشان بتحرم كل حاجه وكانه ذنب وجرم كبير جدا. لا يا جماعه، ما دام احنا ما عندناش ضغط، ما عندناش سكر، ما عندناش مرض في الكلى، ما عندناش مرض معين، فانا متاح اكل كل انواع الفاكهه من 3 إلى 5 ثمرات في اليوم. تمام. طيب حتى على فكره المرضى، يعني مرضى الضغط ومرضى الكلى بتاع مش بنحرمهم، او مرضى السكر حتى احنا بنظبط حالهم. عارفين بنقيفها كده، بنقيف الفاكهه حسب حالتهم الصحيه. فمن الاخر كده مفيش حاجه ممنوعه، مفيش حاجه محرمه. طيب انا بقيس ثمره الفاكهه دي ازاي؟ التفاحه الصغيره البلدي دي عارفينها، دي بالنسبه لي هي ثمره الفاكهه. وقيسوا بقى عليها اي حاجه وزنها او حجمها. يعني مثلا خوختين وسط، 3 مشمشات. لو حاجات بقى مثلا بالعدد كده زي العنب، او الحاجات اللي بتتقطع زي البطيخ والشمام، نص كوبايه. نص كوبايه دي تعتبر معدل ثمره. فبالتالي انا لما يكون ليا 3 ثمرات 4 ثمرات 5، انا ممكن اوزع الفاكهه على مدار اليوم. يعني انا ممكن مع كل وجبه وكل سناك اكل ثمره فاكهه، ومش هتخن، بالعكس ده انا هحسن من جسمي وهدي كل الفيتامينات والمعادن اللي جسمي عايزها. لان سبحان الله الفاكهه بالذات يعني بيبقى فيها الحاجات اللي احنا محتاجينها، والحاجات كمان اللي بتساعد على الحاجات دي انها تشتغل. عارفين زي الملكه وخدامها كده ووصفاتها اهو كده. الحاجات اللي احنا بنبقى محتاجينها في الفاكهه بيبقى كل حاجه، ومع اللي يشتغل كمان معاها عشان يساعدها انها تؤدي وظيفتها لاحسن مما يمكن. فبالتالي ارجوكم الفاكهه مفيش حاجه ممنوعه، مفيش حاجه محرمه. الفاكهه كلها ناكلها، نوزعها على مدار اليوم. برضو ما كلهاش كلها مع بعضيها، وما راحش اضرب كيلو 2 كيلو. اصل الدكتوره ياسمين قالت الفاكهه مهمه ومفيده، لا، خير الامور الوسط. ناكل من 3 ل 5 ثمرات فاكهه في اليوم. ربنا حتى سبحانه وتعالى في القران، لما انا دايما بحب الايات جدا دي، ايات الجنه. بحب ايات الجنه لان عارفه تحس ايه الحاجه اللي بتطبطب عليك يعني. فكل الايات اللي بتوصف الجنه وتحببنا في الجنه لازم هتلاقي فيها سيره الفاكهه. يعني حاجه جميله جدا ان انت تلاقي ان الجنه عشان ربنا يحببنا فيها ويطمعنا فيها ويخلينا نتعب عشان تبص تلاقي ايه سيره الفاكهه موجوده. فناكل فاكهه نوزعها على اليوم، ومفيش حاجه اسمها ممنوعه او محرمه. نيجي دلوقتي للسؤال بتاع الحلقه بتاعتنا. من عمر 9 سنوات من بعد 8 سنين وطالع، احنا متاح لنا ناكل كام ثمره فاكهه في اليوم؟ ان شاء الله هنكتب الاجابات في الكومنتس بتاعه الفيديو دوت، وانا هفتح الكومنتس لمده 24 ساعه، وبعد كده بنختار الفائزين عشوائي.
وحظ سعيد ليكم جميعا وموفقين كلكم ان شاء الله، واللي ما فازش المره دي يفوز المره الجايه. احنا ان شاء الله باذن الله مكملين في المسابقه دي الى ان يشاء الله. اشوفكم على خير. السلام.